مرحبا، أنا سوزان، المديرة التقنية لشركة يوتيوب، وأتحدث إليكم من قناة عصام عقيل على يوتيوب. أود أن أدعوكم جميعا قناة عصام عقيل، واحدة من المنصات الرائدة التي تقدم محتوى مميزا ومفيدا للمشاهدين. نقدم تحليلات سياسية شاملة، وتقارير رياضية مفصلة، وتوقعات دقيقة لمباريات كرة القدم، وأكثر من ذلك بكثير. أتمنى أن تستمتعوا بمحتوى القناة وتجدوا فيه قيمة وفائدة. لذا لا تترددوا في الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم كل جديد ومميز. ستجدون روابط القنوات الاحتياطية أسفل الفيديو في أول تعليق. أحبة المشاهدين والمتابعين، حياكم الله جميعا إلى هذا الفيديو الجديد والحصري. طبعا معكم أنا عصام عقيل، وهذه القناة الاحتياطية. الرجال الاشتراك بهذه القناة، والقنوات الاحتياطيات ستجدون رابطها في أول تعليق أسفل الفيديو. أصدقائي المشاهدين، طبعا سنتناول في هذا الفيديو عدة مواضيع أو موضوعين لكي لا يطول عليكم الفيديو. الموضوع الأول وهو التقرير الذي حصل قبل أيام، وهو بسبب الحروب وما شابه في الشارع اليمني. طبعا هنالك من يهمه الأمر، وهنالك من لا يعجبه هذا التقرير. طبعا الرأي لكم أصدقائي المشاهدين، اكتبوا لنا بالتعليقات ما رأيكم في هذا التقرير. أما الموضوع الثاني وهو سيكون عن مصطفى المومري، الذي أنزل قبل ساعات فيديو كليب بعنوان السفينة. طبعا أنا رأيي الشخصي بأن الفيديو لم يكن بالفيديو الكبير كما كان الفيديو السابق الذي استهدف حكام العرب، ولكن هذه المرة يبدو بأن الفيديو لن يكون له قابلية مثلما الفيديو السابق. أصدقائي المشاهدين، هذه المواضيع طبعا قلنا بأنها ستكون تهم بعض الناس، وهنالك من لا يهتم بهذه المواضيع. سنشاهد التقرير ومن ثم نتحدث. اليمني اكتسب السفينة، راس الراجا في يمينا، والهندي ومحاصرينا، والبحر الأحمر في كمينا، والأبيض طايح بيدينا، والأسود بكرة جايينا. من عين نعبر من وينا؟ من وين يا بنيامين؟ نعبر من المتورطين ومحاصرين. يو بايدن الو، هات اسطولين والغرب فين؟ بين امريكا وبريطانيا والدنمارك فرنسا المانيا. انا مشغول عباده ومش قادر اهدى ولا ثانيه. هاتوا الناتو التي يواجهها البلد. من ابرز هذه الاخبار توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار بين الاطراف المتنازعه، مما يعزز من فرص بدء حوار سياسي شامل بقيادة الأمم المتحدة. يعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وهو ما رحبت به جامعة الدول العربية كخطوة إيجابية نحو مستقبل أفضل. سنتناول أيضا مبادرة رياضية رائعة تدعى أفضل فريق، وهي مجموعة رياضية مجانية انتشرت في البلاد لتعزيز اللياقة البدنية والصحة العامة حتى في ظل ظروف الحرب الصعبة. هذه المبادرة تعكس روح التحدي والإصرار لدى الشعب اليمني على العيش بصحة وسعادة رغم الصعوبات. بالإضافة إلى ذلك سنسلط الضوء على الجهود الدولية لإعادة تأهيل البيئة الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي، مما يعزز من فرص استعادة الطبيعة وحماية البيئة للأجيال القادمة. هذه الأخبار تشجعنا على التفاؤل بالمستقبل والاعتقاد بأن الجهود المشتركة يمكن أن تؤدي إلى تحسينات ملموسة في الأوضاع البيئية في مختلف أنحاء العالم. وهكذا كانت هذه الأخبار المفرحة للشعب اليمني لهذا اليوم. وكما شاهدتم أصدقائي المشاهدين، هذه كانت تقارير لهذا اليوم.
ما رأيكم؟ اكتبوا لنا أسفل الفيديو. كنت معكم أنا عصام عقيل، ولا تنسوا الاشتراك في القنوات الاحتياطية والقناة الرسمية.